السلام عليكم. النهارده بقى يا جماعه ان شاء الله هنعمل صينيه مكرونه بشاميل تستاهل بقكم، بمكون يعتبر كده جديد عليكم او مش واخدين عليه ان احنا نعمله بالمكرونه البشاميل. بصوا بقى الجمال وشوفوا كده البشاميل بتاعنا ناعم خالص وكريمي خالص ازاي، زي ما هنعمله مع بعض مقاديره ما تخرش الميه. تعالوا نشوف مع بعض صينيه المكرونه البشاميل الجميله دي عملناها ازاي. اول حاجه هنحط حله على النار نسلق المكرونه، وامشوا معايا بنفس الخطوات دي بالظبط. بحط في ميه سلق المكرونه ملح بس، ما بنحطش زيت. عايزين المكرونه تتسلق 3 ارباع سلقه وتبقى متماسكه، الزيت هيخليها شويه مفروله ومش هتشرب البشاميل بتاعنا. بصوا بقى كده، وبعد كده بنصفيها وبنركنها على جنب. البشاميل بتاعنا بقى اللي مقاديره ما تخرش الميه، كوبايه دقيق هشيل منها معلقه كبيره، دي اول حاجه مهمه، ولتر لبن. هحط دقيق الاول على سكينه الخلاط عشان ما ينطرش معايا لفوق، وهحط عليه لتر اللبن زي ما انتم شايفين، عادي بقى ساقع بدرجه حراره المطبخ عيشي ما تفرقش. وبعد كده هحط ملح، نص معلقه صغيره ملح، وهحط ربع معلقه صغيره فلفل اسود، ولو عندك فلفل ابيض يبقى تمام. وبحط كمان كبابه صيني او اي بهارات مشكله، 7 بهارات ماشي. بقلبهم كده في بعض وبعدين بضربهم في الخلاط. هنا حطيت مكعب مرقه بس للاسف الحته دي ما اتصورتش، عايزه تشيليه ماشي مفيش مشكله، بس هو بيطعم البشاميل حلو يعني. وبعد كده جبت الوك الحلو بقى من نايس كوكر، زي ما انتم عارفين انا بعشق منتجات نايس كوكر كلها. وحطيت زيت وحطيت كده معلقه كبيره زبده. وبعد كده هجيب بقى الخليط اللي في الخلاط كله وهحطه كده على الزبده واقلبه، اللي مصفره كده مكعب المرقه اللي اتضرب معاه في الخلاط. لقيتهم قليلين جدا وانا بحب البشاميل كتير كده جوه الصينيه، ورحت عامله مقدار تاني وحطيته عليه عادي جدا. هتظبطي الملح بس يعني كده عشان يبقى وش البشاميل كده يا جماعه زي العسل كده تخين كده حلو فوق المكرونه، وفي نفس الوقت المكرونه نفسها تبقى متشربه البشاميل، وتبقى فعلا فعلا اسمها على حق مكرونه بشاميل. تفضلي تقلبي كده على نار متوسطه لغايه ايه ما يفضل بقى يطلع البقليل دي يبقلل كده، وبعد كده يبقى خلاص الدقيق استوى وزي العسل. بعد كده بقى دلوقتي هنيجي للحشوه بتاعتنا اللي اتفقنا عليها. ادي زيت وزبده، وبعد كده بنزل ببصلتين مقطعاهم بالشكل ده. والمكون بتاعنا بقى يا جماعه هو كبده الفراخ، بتتغسل كويس قوي وبقطعها مكعبات صغيره قوي قوي قوي. وبعد كده بروح جايبه البصل مديها كده تشويحه البصله الاول، وبعدين بنزل بكبده الفراخ زي ما انتم شايفين كده عليها. وممكن كبده عاديه، يعني ممكن كبده مستورده متقطعه مثلا اسكندراني عادي، ممكن اي نوع كبده تاني مفيش اي مشكله خالص. وحطيت على الكبده ملح وفلفل اسود من الاول خالص كده وهي بتتشوح، ورشه قرفه كمان بتدي طعم حلو قوي. الخلطه دي بقى اللي هي دي فعلا هتخلي المكرونه البشاميل حكايه، فلفل احمر وفلفل اخضر، ويا دوبك يا دوبك معلقه صغيره توم مش اكتر من كده، وعصير ليمون. وبحط كمان معلقه صغيره خل، وادي ملح وكمون وكزبره. تمام كده، دي كده الخلطة بتاعتنا هتخلي ريحة الكبدة رهيبة ما شاء الله، وهتخلي الصينية جميلة. خلي بالكم التوم هنا قليل جدا، الخلطة اللي انتوا شايفينها دي كلها فلفل، يعني التوم فيها قليل، مع عصير الليمون والخل عيشي بقى في الروايح الجميلة. بعد ما الكبدة لونها يغير كده مع البصلة بنروح نازلين بالخلطة، وكتري الخلطة ما يهمكيش، الخلطة الفلفل اللي فيها مع عصير الليمون والخل، يا الله على جمال الخلطة. اول يا ستي ما هتحطي الخلطه كده شم الريحه اللي هتطلع بقى وهتملى البيت ما شاء الله. بس يا ستي وهقلب فيها لغايه ما تكون استوت معايا. ده كل ده لون الفلفل. المكرونه بقى اهي ما شطفناهاش طبعا، بروح حاطه عليه حوالي 3 كبشات كده من البشاميل الكريمي بتاعنا، واقلبها كده في قلب بعضها كويس قوي. بس كده هي كده جهزت معايا وزي الفل. هنجيب بقى، بصوا حطيت بشاميل تاني، شايفين البشاميل كريمي خالص ازاي ما شاء الله ما فيهوش ولا غلطه. بعد كده هنجيب القالب بتاعنا، برضو القالب من نايس كوكر، وبحط كده كبشتين بشاميل، ما بنحطش ماده دهنيه من البشاميل الكريمي الناعم بتاعنا ده، ولا تقولي لي لا قدر الله كلكع ولا جراله حاجه، الطريقه دي عمره ما يكلكع ابدا. وبناخد نص المكرونه نفردها كده بالشكل ده، المكرونه نفسها متشبعه بالبشاميل. انتوا هتاكلوا احلى صينيه مكرونه يا جماعه النهارده. وبعد كده انزلي بالكبده اللي ريحتها جايبه اخر الدنيا، اللي هتخلي الجيران يخبطوا عليكي يقولوا لك ايه الريحه الحلوه دي.
بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله. عسل عسل عسل. وبعد كده بروح نازله ببقيه المكرونه النص التاني الايه المتشبع بالبشاميل، ونظبط كده السطح بتاعها. ولازم نسيب حته في الطاجن مقام عقله صباع فاضيه عشان البشاميل ما يخرجش بره وهي بتستوي في الفرن. بصوا البشاميل عامل ازاي، بص البشاميل بتاعنا عامل ازاي. عمرك شفتي بشاميل ناعم بالشكل ده؟ ما شاء الله بجد هيعجبكم جدا. وزعي بقى بالراحه كده وما تخليهوش يطلع بره. علشان كده بنقول البشاميل لازم اسيب في الطاجن عقلة صباع فاضي عشان البشاميل يبقى مستريح فوق المكرونة. غطينا بقى كده. بعد كده بقى دلوقتي هنا عندك جبنه موتزاريلا، عندك ميكس جبن معاها جبنه رومي، ماشي مفيش اي مشكله خالص. ما عندكيش هتاخدي كبشه بشاميل تضربي عليها بيضه وفلفل اسود وتفرديها على الوش. بصوا بقى بعد ما طلعت من الفرن عامله ازاي، مقرمشه وطريه جوسي جدا جدا من جوه، حاجه كده. وريحتها وهي في الفرن بتستوي كانت رائعه عالميه يا جماعه، ما شاء الله. شوفوا شكلها عسل عسل بجد. شايفه طريه خالص ازاي، والبشاميل اللي فيها بيرقص تحت الجبنه. بصوا المنظر. شوفوا اول قطعة دي بقى اللي بتخرج كده ايه، لازم تبقى كل حتة فيها في ناحية. ومع ذلك برضو حاولنا، هي لسه سخنة مولعة، كان المفروض استنى، بس والله العيال مش مستنيين، كلهم واقفين عشان الريحة اللي طالعة كله عايز ياكل منها. شوفوا شكلها عامل ازاي. يلا يا جماعة اللي لسه ما اشتركش في القناة وبخيل علينا، بلاش البخل ده، يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل أفكار حلوة بإذن الله. شكرا ليكم وسلام عليكم.